حياكم الله. معاكم قرد أبها هياط. اليوم بجيب لكم فقرة ستاند أب كوميدي، يلا اربطوا بتونكم احتياط. طايف القرد يجيك يطلب أكل، لو ما تعطيه يفتح سناب ويشوه سمعتك. يوم كنت صغير أبوي شافني ماسك موزة، قال لا تاكلها الحين، حطها على الطاولة. رجعت بعد نص ساعة لقيته هو اللي آكلها. قلت له يا أبوي. رجعت بعد نص ساعة لقيته هو اللي آكلها. قلت له يا أبوي هذه كانت لي. قال تعلم تحافظ على رزقك. في الطايف القرد يسرق قبعتك ويرجع يبيعها لك مستعملة. أول ما وصلت الرياض شفت برج طويل، قلت أكيد هذا بيت ملك القرود. لو معمول. دخلت أشتري موية، الكاشير شافني واتصل على السكورتي قال لهم فيه قرد هارب من قسم الألعاب. لعبت مباراة مع الشباب كلهم بشر إلا أنا، سجلت هدف، قالوا تسلل. بالله عليكم كيف قرد يتسلل؟ رحت البنك، الموظف يقول كم تبي تسحب؟ قلت كل اللي في الحساب. فتح الشاشة ضحك وقال تبغى نسلفك؟ اشتريت جوال جديد، جاني تحديث، الحين الجوال صار يعرف وجهي حتى وانا لابس الطاقية، بس لو اشيل الموزة من يدي يقول مين انت؟ قالوا لي لا تاكل موز كثير. قلت طيب حآكل قليل بس كل ساعة. جيم المدرب قال نركض نص ساعة. قلت طيب وبعدها نموت ولا نكمل؟ قرود الطائف ما تشتغل لكن كل يوم عندهم خطط أكبر زي خطط علي بابا. أصب خاطركم بقوم أشرد، لا يجوني قرود الطائف، تراني مطلوب عندهم. يلا نلتقي في مسرحية ثانية. معي قناة في اليوتيوب باسم قرود أبها، اشتركوا تراني مجهز لكم من كل ما لذ وطاب. مع سلامة. في أبا جابوا الموز الطازج، طيب ونعم ذبحوا ببساطة، وطائف ما هيا بتتأخر، ردوا الهجوم صوت عالم شراسة، صوت القرود أضحك السامع، في التيك توك صاروا نجوم يا بعين، حرب الموز ما بين الجبال، ضحك وترفيه ما في تهديد وزعل.